أفريقيا تحتوي على الكثير من الأسود، ولكن أشرسهم أسود الأطلس اللي أكلوا الأخضر واليابس طول 90 دقيقة بالمباراة. المنتخب المغربي يفوز بثنائية نظيفة على المنتخب الكاميروني ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أفريقيا. حطنا لكم متابعة وتعالوا نسولف عن المباراة شوية. المنتخب المغربي يقول للمنتخب الكاميروني تريد تلعب وياي سرعات فأنا أسرع منك بهواي، وإذا تريد تدخل وياي بسرعات ثنائية فإحنا أقوى من أبطال المصارعة نفسهم، عندنا نايف أكرد والمزراوي والعناوي، وإذا تريد تلعب وياي روح قتالية فأهلا وسهلا، هذا ملعبي. المنتخب المغربي جاهز بدنيا، وتخيل وياي فاز بمعظم الصراعات البدنية والسرعات المغربية والضغط العالي اللي قدمه المنتخب المغربي. شفنا كل شيء حلو من المنتخب المغربي خلال المباراة. بداية المباراة المنتخب المغربي حرم المنتخب الكاميروني من كل شيء، قطع عليهم المي والهواء، وحب أقول لك يا عزيزي 0 تسديدات على المرمى. وتخيل وياي أول ركنية للمنتخب الكاميروني بالدقيقة 70، يعني الحارس ياسين بونو مرتاح طول المباراة، وهاي المباراة الخامسة إليه يطلع بكلين شيت، يعني ولا هدف في مرماه. والكرات الثابتة مال المنتخب المغربي الخرافية. أحب أقول لك يا عزيزي المنتخب المغربي يسجل هدفيا من كرات ثابتة. الهدف الأول عن طريق اللاعب إبراهيم دياز، الملك إبراهيم دياز، وهاي المباراة الخامسة إلى على التوالي يسجل هدف. إبراهيم دياز ثاني لاعب يسجل ب5 مباريات على التوالي. طيب اللاعب الأول شو اسمه محمد؟ اللاعب اسمه كوف العاني سنة 1968. إبراهيم دياز هداف البطولة ب5 أهداف. وأيضا انطلاقات إبراهيم دياز الخرافية، وين ما كان تشوف إبراهيم دياز خط الوسط جناح، وين ما كان بالملعب. اللاعب عبد الصمد الزلزولي قدم مباراة ممتازة، والأدوار الدفاعية اللي يقدمها ويا اللاعب مزراوي. وعلى طار مزراوي، شنو هذا الأداء الخرافي اللي قدمه المزراوي؟ خلى اللاعب اللي اسمه مبوبو اللي يلعب مانشستر يونايتد خلاه بجيبه. مبوبو هو أخطر لاعب بالمنتخب الكاميروني، ما عرف يستلم كرة، ما عرف يسوي أي شيء بالمباراة، اختفى نهائيا. اللاعب اللي اسمه كريستيان كوفان لاعب المنتخب الكاميروني نايف أكرد خفاه من الملعب نهائيا. المنتخب الكاميروني كل شيء ما شفنا من عنده، وحتى سلاحهم المفضل العرضيات ما عرفوا يسوون أي عرضية. شفنا اكتساح تام من المنتخب المغربي بالشوط الأول. المنتخب الكاميروني ما قدروا يتنفسون، ما قدروا يعرفون شلون يخرجون بالكرة بسبب الضغط العالي اللي يقدم المنتخب المغربي. قسما بالله الضغط العالي اللي يقدم المنتخب المغربي يدرس. إبراهيم الصابيري وبلال الخنوس والعناوي ثلاثي خط الوسط قدموا مباراة خرافية. إبراهيم الصابيري قدم أداء ممتاز بخط الوسط، وأيضا سجل الهدف الثاني بالدقيقة 74. العناوي والأدوار اللي قدمها العناوي بخط الوسط، استرجاع الكرات وربط الخطوط وتمريرات اللي قدمها العناوي، وحتى لما يفقدون الكرة كانوا يسترجعونها بسرعة. المنتخب الكاميروني حدهم خط الوسط مال الملعب، ومثل ما قلت لكم بمقطع مال التوقعات المنتخب المغرب يحب هيك نوع من المنتخبات، ما يحب المنتخبات اللي عندها تكتل دفاعي. المنتخب المغربي كان يلعب بروح قتالية تخبل، وأدائهم كان كلش ممتاز. وأشرف حكيمي دا يحاول يرجع المستوى الطبيعي ويكون أفضل بهواي. وأيوب الكعبي يا أخي أيوب الكعبي دمر اللاعبين مال المنتخب الكاميروني، يسحب قلب الدفاع حتى يسوي مساحات، والباصات اللي سواها ويا عبد الصمد الزلزولي. يا أخي أيوب الكعبي تشوفه بكل مكان بالملعب. منتخب المغرب كان ممكن يسجل 4 أهداف أول 60 دقيقة. التفوق كان كله مغربي من ناحية الاستحواذ، من ناحية التسديدات، عدا آخر نصف ساعة من المباراة قالوا لهم أخذوا الاستحواذ حتى نحافظ على النتيجة، وفعلا هذا اللي صار تراجع من المنتخب المغربي حتى يحافظون على النتيجة. أكثر شيء عجبني بالمباراة هي الصراعات الثنائية اللي يقدمها المنتخب المغربي، وأيضا الروح القتالية اللي لعب بها المنتخب المغرب، ويلعبون بدون توتر، يلعبون بكل أريحية. هسه تقول لي محمد مو اكو اخطاء تحكيميه؟ اقول لك نعم اكو اخطاء تحكيميه صحيح، والحكم كان ممكن يحسب ركله جزاء للمنتخب الكاميروني، ولكن الحمد لله عدت على خير. وايضا
كان ممكن ينطرد اللاعب نايف أكرد بسبب التدخل بالكوع على اللاعب كريستيان كوفاني، لكن الحكم غض البصر وعدت على خير ولله الحمد. ولكن المباراة 90 دقيقة اكتساح مغربي، متعة مغربية، وهذا كله ينحسب للمدرب العبقري العراب المستر وليد الركراكي. أمتع وأفضل مباراة قدمها وليد الركراكي، برافو يا مستر وليد الركراكي. منتخب المغرب بعد غياب 21 سنة من 2004 وأخيرا وصل لنصف النهائي وتغلب على العقدة الكاميرونية. منتخب المغرب والمنتخب الكاميروني تقابلوا 3 مرات في بطولة كأس أفريقيا. منتخب الكاميرون فاز مرتين، تعادلوا مرة واحدة، وهاي المرة الرابعة وأخيرا فاز المنتخب المغربي فوز مستحق. وبالنهاية ألف مبروك للمنتخب المغربي الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، وكل التوفيق بالمباريات القادمة.